السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. عاودوا وليت لكم زهرة، مرحبا بكم كامل المتابعين تاوعي أينما كنتم وحيثما وجدتم. تحية كبيرة من زهرة لكم كامل. عاود نولي لكم اليوم فيديو جديد. لا فيديو تاع اليوم حيكون على دوارة ولا بكبوكة، كل واحد كيفاش يقولها. راح تكون طريقة روعة، راح تجيكم بزاف بنينة واحد البنة بنة أعراس. إلا درتوها على الطريقة ديالي سورتو المبتدئات ما راحش تندموا عليها. أسهل طريقة والبناء أكيد راح تكون مضمونة. مع زهرة ديما نحاول نجيب لكم حاجة مفيدة، حاجة تستفادوا منها. تحية كبيرة مني لكم كامل، وإن شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. ما تنسوناش الدعم ديالكم، الدعم ديالكم بيان سور والجيم والبارطاج، لا اكيد باش هكا ان شاء الله يا ربي راح نواصلوا وراح ندير لكم اجمل الوصفات مع زهره بين تقليدي وعصري. اليوم الوصفه تاع اليوم حتكون بكبوكه على طريقه زهره، اكيد البنه راح تكون حاضره. المهم ما نطولش عليكم ونعرفكم على المقادير. اول حاجه نبدا بسم الله على بركه الله، نعرفكم على اللوازم اللي حنديروهم. هنايا شوفوا عندي جديده بدمها، انايا نسيبورتيها. شوفوا لازم تكون بدمها وجديده، سينو ما ناكلهاش. هذه هي لازم تكون هذاك النهار مذبوحه، يعني الكبش يكون مذبوح هذاك النهار. هذيك هي الدورة ولا البكبوكه اللي نعشق فيها. المهم عندي هنا 2 حبات تاع بصل، 2 حبات طماطم، عندي هنا بخاصك ملعقة كبيرة من طماطم مصبرة. بالنسبة للتوابل راح نستعمل فلفل عكري وراس الحانوت. انتم تقدروا ديروا فلفل اسود، هذوك اللي يحبوا يعني يديروا هذوك العفايس. كل واحد التوابل واش يحب. انا ما قلت لكم ما نستعملش فلفل اسود. عندي حميصة واللي هي هنا عندي حشيشة ولا دبشة ولا كل واحد اش يقولها. وبيان سور الزيت والملح، هذوك الماء من بعد راح نضيفوهم. اول حاجه انا مكسيت هذاك البصل مع الثوم كما شفتوا، درتهم في الميكسور. وعند هذوك 2 حبات طماطم تانيك مكسيتهم هكا باش الريزلتات تكون لكم روعه. هنا وجدت كامل المقادير ديالي. بيان سور بعد ما تكونوا نقيتوها وغسلتوها ويعني كيما نقولوا قطرتوها، هنا انا واش راح ندير، راح نجيب حاجه يعني ريسبيون اي عفسه. حطوها اللي راح نديرو فيها هذيك التتبيله. اول حاجه انا راح نتبلها قبل، يعني هنا عندي حطيت، شوفوا مازالها بدمها. قلت لكم انا هذه هي اللي نحبها، لازم تكون نعرف بالجديده يعني، ونكون شريتها يعني كونفيونس. هذه نحب حاجه جديده. انا حطيت عليها هذاك البصل، حطيت عليها التوابل هذوك كما كتشوفوا هنايا. قلت لكم هذاك البصل كنت ربيت معاه الثوم، فصوص تاع الثوم بخاسك واحد الاربع فصوص. هنا درت بخاسك واحد 3 ملاعق تاع زيت نباتي. وهنايا كميه تاع الملح. بالنسبه للملح راح تكون على حسب لا كونتيتي، يعني مع كل واحد يدير على حسب الكميه تاع البكبوك راح يديرها. يعني هذه هي. هنايا كيما تشوفوا بالنسبه طماطم مصبره مع ديك الطماطم تاع الحب، هذوك خلوهم اكوتي يعني. اول حاجه نفوتوا المارينيو هادوما نخلوهم يتبلوا. هنايا نخلطهم جيدا. هنا انا خليتهم يرتاحوا لونطو. جيت في غلطي العفايس هكا وعاودت وليت ليها. بيان سور انا راح نطيبها في لاكوكوت كيما كتشوفوا هنايا. جبت لاكوكوت ديالي راح تجي احسن واحسن. هنايا هنا بلا ما نحتاجو نضيفو زيت ولا، لاني كنت درت الزيت في التتبيله. هنا الماء سخون راح نوجد لها انا كميه تاع الماء اللي راح نمرق به، حاجه مهمه. وهذوما خليناهم في الجانب. من بعد راح نوري لكم كيفاش راح نستعملهم. بيان سور اللي يحبوا الحار يديروا هذيك فلفل قناوه ولا حار عادي. بيان سور هنا كي تكون ولا بكبوكه ولا دواره واش راح يكون. انا هنايا راح ندير ملوي، يعني كاين اللي يحبوها كان مع الملوي، كاين اللي يحبوا ياكلوها مطلوع ولا. انا نفضلها هكذا، هي مع المطلوع تاني كتجي مليحه، لكن انا كنت متشاهيه حابه الملوي يعني تانيك روعه. هذه هي. ولا لي ادمان هذا الملوي، وليت نديرو بخاص كل يوم يعني بزيت زيتون. هذيك هي. بالنسبة للملوي كنت درت لكم شحال من مرة، راني دارت لكم في القناة بعدة طرق يعني، حتى كاين بزاف طرق تقدروا ديروه وما يشدش الوقت. يعني كيما قلت لكم طريقة سهلة، يعني تخلوا لاباط ترتاح، تخدموها غير شوية، تغطيوها تلقاوها يعني مع دوكا دقيقة راهو يجي روعة. تسمى ما كان له تعجزوا. واكيد اكيد انا واش نقول لكم كي تكون هكذا عندكم يعني ماكلة تقليدية ولا عرضة ولا أكيد ما راحش ديروا تجيبوا لهم الخبز تاع برا. بيان سور تاع اليد أحسن وأحسن. لباك الضيف كي يجي عندك هكا ويلقى حاجة تاع المنزل، حاجة واحدة أخرى، حاجة واحدة أخرى. المهم هذه هي.
أنا ديما نقول لكم ماكش شي معفسة ناكلوها حاجة تعيدكم، هذه هي لا بالي يعني ما كاش كيما تكون هذيك الحاجة اللي تجيبوها من برا ماشي كيما اللي يديروها هكا ريحتها حاجة تاع المنزل حاجة جديدة فريشكا هكا، علاش نقول لكم ما تعجزوش ديروا حاجة هكا فرحوا روحكم فرحوا العائلة تاعكم، هذه هي كيما يقولوا الحياة مرة. هذه هي بالنسبة هذه هي طريقة تاع الملوي كنت درتها لكم قلت لكم المرة في الفيديو اللي سبق يعني كنت درت لكم طريقة تجي روعة تجي خفيفة صدقوني غير فيها بنة واحدة أخرى وأسهل طريقة يعني ما تخليكمش كامل تعجزوا. هنا كما كنت تشوفوا أنا راني مع البكبوكة منها ومامتو راني نطيب منها يعني أنا هكذا نحب نخدم كل حاجة على ضربة باش هكا نربح الوقت يعني ماشي نخلي حتى البكبوكة طيب ومن بعد نزيد نروح ندير هذيك ولا نحب نخدمهم على ضربة باش كي نكمل هذيك يعني نكمل على جهة ونريح. المهم هذه هي الطريقة تاع اليوم قلت لكم بالنسبة للبكبوكة كل واحد التوابل تقدروا ديروا فلفل أسود ولا كزبر هادوما تقدروا تضيفوهم. المهم هنايا بعد ما حطينا هذاك شوفوا بعد ما خليتهم انا بخسك واحد 20 دقيقة التتبيلة هذيك باش ضفت عليهم هنا هذيك طماطم المصبره وضفت عليهم هذيك طماطم تاع الحب ودرت عليهم كميه تاع الحميصه. شوفوا هنا الحميصه جبتها من كونجيلاتور هذه هي انتم خلوها تريح شويه. وهنايا درت كميه تاع الدبشه ولا حشيش مقطفه كل واحد واش يقول لها كيما راكم تشوفوا هنايا. انا تاني راح نزيد نخليها بخسك واحد ربع ساعه الى 20 دقيقه يعني تاخذ كامل وقتها كيما راكم تشوفوا هنايا. بعد ما وهنايا بعد ما يعني خدات كامل وقتها 20 دقيقة واحدة أخرى عاودت ملقت عليها بالما سخون وضفت عليها هذه الكوسة. أنا نحبها تاني كي تكون هكا بالكوسة روعة ونخلوها نغلقوا عليها ونخلوها تطيب حتى تنشف. بالنسبة للملوي ديالنا شوف شحال يجي خفيف جا روعة. أنا بليت قلبي هنايا كيما راكم تشوفوا تسمى هنا درت ليا وكلت وكليت ووكلت هذه هي. المهم بصحتهم اللي داقوا من عند زهرة. هذه هي قلت لكم الملوي هذا يجي بزاف يجي بزاف خفيف واكيد ما راحش تحلى الدواره ديالنا هاليك وراهي واجده. هنا انا ما حبيتش نطيبها بالحار درت عليها رميت عليها غير حبه هكا باش هكذا انسجام الواحد ما ياكلش الحار ولا ليسونسيال هاليك وراهي واجده. طريقه تاعها كانت بزاف سهله وتجي بزاف بنينه. طريقه تاع التقديم هنا حطيتها عليها شويه تاني كدبشه وقل نحكي لكمش على البنه جات حاجه واحده اخرى يعني جات روعه فيها بنه خطيره. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم ولعشاق البكبوكه اسيو هذه الطريقه وما راحش ندموا عليها واللي شاهيناهم بيان ان شاء الله يا ربي شاهيناهم في الجنه يسمحوا لنا. هاكو تعرفوا هذه هي نقدموا وصفات هكا يستفادوا لعل مبتدئات ولا يدوا فكرة نشاركوا مع بعضنا أفكارنا وكل واحد الطريقة ديالو. وإن شاء الله ربي يخليكم ويحفظكم ليا. نشكركم كامل على الحضور ديالكم وإن شاء الله يا ربي لنا عودة بحول الله يا رب العالمين. هذه هي الوصفة تاعي تاع اليوم إن شاء الله يا ربي تكونوا بخير. هذا هو أهم حاجة. أتهلاو في روحكم إلى اللقاء.